بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم حلقة جديدة وتحليل مباراة النادي الأهلي ونادي يانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا، المباراة الثالثة في دوري المجموعات اللي الأهلي معاه يانج أفريكانز، الجيش الملكي وشبيبة القبائل. الأهلي اللي كان كسب مباراة شبيبة القبائل والتعادل مباراة الجيش الملكي قبل ما يطلع التوقف الدولي اللي هو بتاع كأس أفريقيا. آخر مباراة للأهلي كانت يوم 28 أو 29 نوفمبر على ما أعتقد قدام الجيش الملكي. بعدها دخلنا حقبة كأس الرابطة أو كأس عاصمة مصر، مع كأس مصر وخروج الأهلي مع الشكل الباهت اللي أنت شفته، مع ماتشات كأس أفريقيا اللي اتكلمنا عليها يمكن عدا آخر ماتش. والنهاردة أول مباراة للنادي الأهلي في السنة الجديدة بالشكل الجديد، أول مباراة رسمية، يعني تقدر تقول عليها أول مباراة رسمية للنادي الأهلي. النادي الاهلي النهارده بيدخل بعد ما عمل 4 صفقات، مش هقول لك من العيار التقيل، هي اللعيبه اللي مشيت زي اللعيبه اللي جت، هو فرق بس ان انت جددت دوافع بعض اللعيبه مش اكتر، ما اتكلمتش على الصفقات. النادي الاهلي بدا بمصطفى شوبير، وده اختيار موفق وهايل ومحترم ومنطقي. قدامه ياسر وياسين مرعي، ده منطقي. على اليمين هاني تمام، على الشمال كوكا تمام، لان بالعمري لسه ما دخلش. نص ملعب ديانج ومروان عطية، وده ديانج هنا علامة استفهام، ليه هواي ليه؟ ديانج بقاله كتير جدا عليه كلام، وبعد عودته من كأس أفريقيا معروف إن هو هيمشي آخر الموسم. اللاعب مش مركز معاك، مش قادر إن هو يدخل في مراحل التركيز، فأنت بتلعبه أساسي. ما علينا، قدام ديانج ومروان عطية إمام عاشور، على اليمين أحمد سيد زيزو، على الشمال محمود تريزيجيه، قدامهم الوافد الجديد مروان عثمان أو مروان أوتاكا. بص، هي الساعة كام دلوقتي؟ الساعة تقريبا أنا بصور لك الساعة 9:15، 9:30 في الحدود دي، يعني ماتش تقريبا خلصان بقاله أكتر من ساعة ونص. والله أنا متردد إن أنا أصور أتكلم النهاردة ولا ما أتكلمش، أقول إيه ولا. عارف، أنا مجرد ما رجعت البيت أنا نسيت الماتش من كتر ما مفيهوش حاجة مميزة أقدر أكلمك عنها. لو أنا هتكلم على الشوط الأول في دقيقة ونص، متخيل 45 دقيقة المفروض أنا طالع أحللها لك، هجيبها لك في دقيقة ونص. فرصة مؤكدة ليانج أفريكانز، فرصة شبه مؤكدة أو يعني أقل خطورة ليانج أفريكانز، جول للأهلي. الشوط الأولاني أهو، فقط فقط، مفيش. إحنا ما بنلعبش كورة، اللعبة كلها جاية تحس إن هما جايين مكدرين بقى، يا لسه هنلعب ولسه هنشوف الدنيا فيها إيه. في لعيبة باين إنها مركزة زي مصطفى شوبير، إمام عاشور مركز عايز يعمل حاجة. عدا ذلك الاتنين دول بس من اصل 11 لعيب في الملعب. وعلى الناحيه التانيه يانج افريكانز بيلعب بخطه 4-1 4-1، هو عامل ميدل بلوك من شكل اتوبيس ورا، بس مقفل كويس، بيضغط الضغط الامامي بتاعه عباره عن قفل منافذ التمرير ليس الا، مش بيضغط بشكل شرس. بس انت دخلته في الجيم، مالكش اي خطوره، مالكش اي فرص، مالكش اي تهديد حقيقي للمرمى. على العكس يانج افريكانز هو اللي كان اخطر وكان شكله احسن منك بكتير. لعيبتك ما عدتش واحد لواحد خالص، ما فيش لعيب في الاهلي عدى واحد لواحد من لعيب في يانج افريكانز خالص. زيزو ما جاش ووحش وسيء، واسوأ لعيب في المباراه هو احمد سيد زيزو بجداره. محمود تريزيجيه بيحنكش، بساطة عرضية ملهاش أي فاعلية من مروان عطية، وديانج مش مركز. وهقول لك ايه، مروان عثمان مرمي قدام لوحده محدش بيعبره اصلا. مدافعينك يعني زي ما انت عارفه مفيش حاجة جديدة. احمد نبيل كوكا عارفه، ما لا جديد، لا جديد يذكر ولا قديم يعاد. وللامانه محمد هاني ما كانش وحش بصراحه. اخر هجمه في الشوط الاولاني كوره لمحمد هاني ناحيه اليمين، بعد ما بييأس ان حد يطلع له ولا يعني يظهر له في مكان كويس، بيضطر اسفا ان هو يلعب كرة عرضيه. بيلعب كرة عرضيه بالونيه، ولكن عند تريزيجيه في المساحه اللي بيحبها بيجي من الخلف للامام بيحطها بدماغه. الجول كيبر بتاع يانج افريكانز بيجي يمسك الكرة فبتكهربه فبتدخل الجول. يخلص الشوط الاولاني 1-0 الاهلي في احسن توقيت ممكن تتخيله. ان النادي الاهلي انت بس عايز الشوط الاولاني ده يخلص عشان تشوف احنا هنعمل ايه في الشوط التاني، فبايلك تلاقي نفسك انك كمان كسبان في الشوط الاولاني. بندخل الشوط التاني،
هو نفس اكستنشن الشوط الاولاني، بس انت معاك اريحيه نفسيه فقط ليس الا. لازال الشكل مش قد كده، لازال في بطء في التمرير والتحرك من غير كوره. الفرق ان مروان عثمان بدأ ينزل لتحت شويه، فبدأ يقدر يستلم الكوره، فبدأ تقدر تبان له ملامح لعيب كوره جاي في السكه لو حط الموضوع في دماغه. لو دي يحط تحت 100 خط. يعني في لعيبه بتيجي هو وانس انه لبس التيشيرت فخلاص هو هيز دان كده، خلاص هي مسيرته كده انتهت. الجول التاني للنادي الاهلي هي هجمه منظمه، ما تقدرش تقول عليها، هو تحول بطيء، مرتده بطيئه يعني مش سريعه ولا حاجه. كرة بتتلعب 1 2 3 4، كرة بتتنقل من مروان عثمان لأحمد سيد زيزو، بيلعبها بالعرض لإمام عاشور. لمسة اللعيب الكبير اللي واخد القرار إنه هيقدر يطلع الوينج ليفت ويحطه في مكان مميز هو إمام عاشور. لمسة واحدة ودى تريزيجيه منه للجول. تريزيجيه كالعادة لازم يعدلها على يمينه وبيحطها أخيرا أرتو. بتيجي الجول التاني للنادي الأهلي 2-0 بعد حوالي 18 19 دقيقة كده من الشوط التاني. انت ما عندكش شكل، لازلت بقول لك احنا ما عندناش شكل، وعندنا لعيبة كتير جدا دون مستوى، وعندنا لعيبة كتير جدا ما تستحقش انها تبقى موجودة، وعندنا لعيبة لازم تمشي خلاص. اولهم ديانج. ديانج لازم يمشي يا جماعة، عقله مش معاك، عقله مش معاك. بيطلع مروان عثمان كتغيير اول للنادي الاهلي، بينزل جراديشار، بيجيله كورة انفراد من وصل لاحمد سيد زيزو. الحسنه الوحيده اللي عملها النهارده ودى جراديشار انفراد بيحطها بوش رجله بره الجول، بس يعني كان هو بيحب يلعب بوش رجله كتير دايما جراديشار يعني، مش بيتمنظر، هو بيعرف، هو دي الحاجه اللي بيعرف يعملها على فكره بالمناسبه يعني. مش هقول لك هي دي تقريبا الفرصه المحققه للاهلي، عكس يانج افريكانز اللي بيجي له انفراد حقيقي في الشوط الثاني بعد الجول الثاني بيصدها الحارس الدولي مصطفى شوبير، اللي النهارده اتعامل مع كل الكور اللي جاته بشكل ممتاز. ولو ده يدل على انه حارس متأسس صح، موهوب، متأسس، شخصية لا ينقصه الا المباريات الكتير. وعايز اقول لك كمان معلومة ان مصطفى شوبير بيلعب برجله احسن من لعيبة كتيرة في الاهلي بتلعب برجلها، يعني احسن من لعيبة، احسن من لعيبة خط دفاع او خط وسط. الاكيرسي بتاع الباصة بتاعه اعلى من اللعيبه اللي موجوده قدامه على فكره في بعض المراكز، يعني مش كل اللعيبه طبعا، بس يعني يعتبر من اعلى اللعيبه اللي بتعرف تلعب كور طويله بشكل ممتاز، الكره الطويله او القصيره. فهو دي مهزله في حد ذاتها ان انت ما عندكش لعيب بيعرف يطلع من تحت لفوق. يعني ما عندكش منعم، ما عندكش، كان زمان عماد النحاس بيعرف يعملها، ما عندك، كان عندك ابراهيم سعيد بيعرف يعملها، كان يعني كان دايما في كل حقبه من زمنيه في لعيب الديفندر بيعرف يطلع بالكوره. لكن انت ما عندكش اللعيب ده. بتعمل بقى مجموعة من التغييرات، مثلا محمد علي بن رمضان وطاهر مكان زيزو وإمام. بتنزل أحمد عيد اللي هو الوافد الجديد، اللي ما نعرفش احنا جبناه ليه أصلا، يعني جبناه ليه عشان نرجع نتعامل مع المصري فادونا ده فوق البيعة، مش عارف يعني. هو لعيب اوريدي عليه هجوم كبير من قبل ما يلعب ومن قبل ما نشوفه، لأن هو الحقيقة ما سابش أي بصمة تذكر لا في الزمالك ولا في المصري حتى. فانا ما اعرفش احنا بناء عليه جبناه، هل جبناه بترشيح مباشر من حسام حسن بما ان حسام مقتنع باللعيب ده فاحنا جبناه بناء على قناعات حسام؟ انا ما اعرفش. نزلنا احمد عيد ونزلنا حسين الشحات في اخر لقطات المباراه، والمباراه بتخلص 2-0. اركن لي بقى المباراه على جنب لان هي ما فيهاش كلام فني كتير، هي اللعيبه كلها راجعه، يعني تحس ان هم لسه ما دخلوش في جو الفريق. تحس ان الفرقه بتلعب لاول مره مع بعض، تحس ان افكار المدير الفني مش قادره انها توصل للعيبه، او اللعيبه مرافضه الافكار. هي بيكسب بالخبره وبيكسب بالارض وبعامل الارض والجمهور فقط، ما بيكسبش فني ولا اي حاجه. فرقه يانج افريكانز على ارضها هتبقى فرقه قويه وفرقه مش سهله لانها بانت انها فرق كوره، هم مش ضايعين على فكره. هم بس الحظ ما خدمهمش في توقيت الجول الاولاني وفي عدم التوفيق في الكره اللي جات لهم في الشوط الاولاني والنتيجه 0-0. احنا وبعدين يعني اللعيبه اللي موجوده، اللعيبه بتيجي السنه اللي فاتت في يناير جراديشار واحمد العش. انت كنت جايب احمد العش، سوري، مصطفى العش. كنت
كنت جايبه لعيب مميز جدا من نادي الزد، لعيب مدافع بيلعب بشماله، بيعرف يطلع بالكورة، بيعرف يلعب في أكتر من مركز. جراديشار مهاجم مميز محترم، شكله كويس، الملعب سنه صغير. ما كملوش سنة معاك، والاتنين هم ماشيين، واحد مشي خلاص رسمي والتاني في طريقه للمشيان. كنت جاي محمد علي بن رمضان في الصيف على سنه، الصفقة اللي قعدت كل سنة بتفاوضها وما بيجيش، جه النهارده هو بيلعب بديل وبينزل في الدقيقة حاجة و80 ولا في آخر الماتش يعني. هل ده منطقي؟ هل ده منطقي ان انا جايب محترف بديله فوق $1,000,000؟ فوق $1,000,000، فوق مليون، يعني 1,300,000 مثلا ولا حاجة، غير الحوافز غير الحاجات دي كلها، وما لاقيهوش. هل منطقي ان انا اشرف بن شرقي معدود عليا كأجنبي والاقيه على الدكة النهارده ما بينزلش؟ طب انا اللعيبة دي جايبها عشان تضيف لي فنيا، مش عشان تقعد على الدكة. ما لو على الدكة ما انا ممكن اقعد اي حد على الدكة. هل منطقي ان انا العب ديانج وهو ماشي وهو مش هيكمل وهو خلاص ما عندوش كورة؟ انا بقول لك ديانج ما عندوش كورة، وبقول لك لو مكان إدارة الأهلي والله أبيعه، لو جالي فيه أي مليم دلوقتي أبيعه، أبيعه إن شاء الله ب$100,000، أبيعه يا باشا. مش هيضيف لي حاجة، مش هيضيف لي، مش مركز، مش هيضيف لي. أبيعه أبتدي أشوف حالي، أبتدي أطلع. ديانج مش هجيب له بطولة، أبيعه طبعا. وما عندوش من الاحترافية إنه يقدر يفصل ما بين مستقبله وما بين النهاردة، فهو مش معاك، أبيعه. ميركاتو الأهلي، اللعيبة اللي جت زي اللي مشت. يعني احنا جبنا مين؟ عمرو جزار، ما هو الدوري المصري. أحمد عيد، جبت مروان عثمان، ادي تلاتة. وجبت يوسف بالعمري. كان كده لازم تجيب باك شمال اجنبي مكان معلول او مكان يحيى عطية الله، لانك ما عندكش باكات شمال في مصر غير توفيق محمد ويحيى زكريا، لا واتنين محليين يعني، ما مش هيعملوا حاجه يعني في الاهلي في الاخر يعني. ف ومشينا مين؟ مصطفى العش، مشينا عمر كمال، مشينا محمد عبد الله اللي هو انا مستخسر انه يمشي بصراحه. فاللعيبه اللي مشت هي كانت لعيبه جت في وقت من الاوقات كانوا بيعتبروا من اللعيبه المحليه كويسه، زيهم زي الناس اللي احنا جبناها دلوقتي او اليومين دول، ولما ما لعبوش فتره هبط مستواهم، فقدوا الشغف، فقدوا احساس ان هم عايزين ينافسوا على تواجدهم في التشكيل الاساسي، مستواهم واقع، مشوا بس. فاحنا مجرد شلنا قصب وحطينا قصب، شلنا لعيبه وحطينا لعيبه، كواليتي مفيش فرق. قد يكون الناس اللي مشيت على فكرة أحسن، يعني لما تيجي تشوف بالأسامي، محمد مجدي قفشة، عمر كمال عبد الواحد، دي لعيبة دولية، أوكي. مصطفى العش كان من اللعيبة البروميسنج جدا. محمد عبد الله لعيب بروميسنج جدا، أدي أربعة. جبت عمرو الجزار، عمره ما انضم مرة واحدة منتخب مصر معسكرات يعني، لكن ما انضمش في كأس أفريقيا. جبت مروان عثمان، مش لعيب دولي. جبت احمد عيد، لعيب دولي بس عند حسام حسن، بس هو الوحيد اللي مقتنع بيه في المجرة، لكن ما تقدرش تقول عليه انه اساسي ولا عنده خبرات. خلاص جبت يوسف العمري، لعيب دولي بس مش اساسي في منتخب بلاده، زي معلول مثلا. تمام. فانت الناس اللي طلعت ما تقلش حاجه عن الناس اللي جت، بس الفكره كلها ان انت يعني ما اعرفش احنا رايحين فين. هيبان الماتش الجاي ان الاهلي اعتقد هيلعب وادي دجله في الدوري. نتمنى ان النادي الاهلي يبتدي بقى يدخل في جو المباريات، ونبتدي نشوف بصمه واضحه من اللعيبه قبل ما يبقى من الجهاز الفني، من اللعيبه انها عايزه تعمل حاجه، وان الجهاز الفني يبقى عنده قدره انه يركن اي لعيب لو مستواه تدهور. وابعد عن الاسامي، الله يخليك. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديوهات لاحقه، تصبحوا على خير، السلام عليكم.